عارف اللي انت فيه، وعارف كمية المشاكل اللي انت فيها، وعارف كمية الضغوطات اللي حضرتك فيها، وعارف كمية الابتلاءات اللي انت فيها. عارف. بس احب اقول لك ان العملية عملية وقت، هتعدي. قول يا رب وهتعدي. اكتر من كده وبتعدي. الدنيا لا تستقيم لاحد، الدنيا على طول الخط ابتلاءات ومشاكل وهموم، ويوم فرح ويوم زعل ويوم حزن ويوم نجاح. الحياة من ده على ده. فالضغطة اللي انت فيها والمشاكل اللي انت فيها والهموم اللي انت فيها، قول يا رب واعرف انها عملية وقت، مسألة وقت وهتعدي. هتفتكر الايام دي وتضحك عليها، هتفتكر الايام دي وتقول ياها، واعرف ان بعدها لا قدر الله هيبقى في ابتلاءات تانية. على طول الخط، على طول الخط الحياة ما بين نجاحات وهبوطات وارتفاعات. الدنيا هي رايحة على كده وكده. فانت بنقول شكر لله والحمد لله على الحاجة الحلوة، وبنقول الحمد لله برضه على الحاجة الوحشة. اعرف ان العملية اللي عندك والضغوطات اللي عندك هي عملية وقت وهتنتهي. بس انت قول يا رب. هتقول لي والله مشكلتي ملهاش حل، الدنيا عندي تقيلة شوية وصعبة شوية. هقول لك كل اللي عنده مشكلة في الدنيا بيقول نفس الكلمة اللي حضرتك بتقولها. أي حد عنده مشكلة كبيرة أو صغيرة هو شايف بلوته، هي دي بلوة الكون. فأي حد عنده مشكلة بيقول مفيش حد يعني إيه خد البلوة اللي أنا فيها. لا أحب أطمنك إن الابتلاءات أنواع وأشكال. ولو جبنا المشاكل والهموم في مكان كبير وجوم خلق ربنا كلهم عشان كل واحد يختار بلوة، أحب أطمنك وأقول لك إن كل واحد هيختار بلوته، لأن هيلاقي بلوة غيره كبيرة عليه ما يعرفش يتعايش معاه. فربنا مش بظلام للعبيد، ربنا بيدي كل واحد على قده، كل واحد هياخد على قده. فأنت اعرف اللي أنت فيه، ربنا سبحانه وتعالى رحيم بيك ورؤوف بيك. بلوة غيرك أنت مش هتطيقها. أنت المطب اللي أنت فيه كبير وضخم، لكن غيرك فيه ألعن. فإياك تطلب من بشر، إياك في مشكلتك تلجأ لحد. والله ما هيحل لك مشكلتك غير رب البشر. الجأ في وقت المرض وروح للدكتور واعرف ان الشفاء من عند الله. في وقت المشكلة سواء في قضائية الجأ لمحامي، لكن اعرف ان ربنا مش هيحل المشكلة الا ربنا سبحانه وتعالى. كل حاجة بتاخد بالأسباب، ولكن اعرف في البداية والنهاية ان الحل من عند الله وحده. مفيش حد بإيده. اعلم أن البشر لن ينفعوك بشيء إلا بشيء كان كتبه الله لك، ولن يضروك بشيء إلا بشيء كان كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى أنا لما ألجأ لربنا، مش هلجأ لعبد من عباد الله. إن كان بيحبني، مشكلتي اللي هحكيها له مش هتزيد ولا هم وغم ونكد. إن كان والدي ولا والدتي، وإن كان حد بيكرهني يبقى أنا وأنا بحكي له هيشمت فيا ويبقى فرحان من جواه فيا. وإن كان مش همه أمري، كلامي هيبقى ولا كأنه سامع وبيعد وقته وبينفض. فأنت للي بتحكي له هو بيحبك هتفيده، لأن هتألمه. واللي أنت بيكرهك هتسعده، واللي هو مش همه أمرك ولا يبالي وهتتعب معاه الفاضي. فأنت الجأ لرب الكون، الجأ لله، احكي له وفضفض له وعيط له، واعرف ان هو هيحل لك مشكلتك عاجلا غير آجل ان شاء الله. قول يا رب، هيرفع عنك هذا البلاء وهتفرح وهتلاقي ايامك كلها جميلة. لكن قول يا رب. السلام عليكم.